اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم فيديو جديد من برنامج كريم نور. خلينا في البدايه وقبل ما ندخل في الموضوع الاساسي بتاع الفيديو، وعايزك يا عزيزي تركز معايا كويس جدا في الفيديو بتاع النهارده، لان في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، حاجه قويه جدا، فلازم تركز معايا كويس جدا. ولكن قبل ما نتكلم في الموضوع الاساسي اللي هنتكلم عليه النهارده، خلينا نتكلم في معلومه على السريع، معلومه بجانب الفيديو، يعني احنا هنقول المعلومه بتاعتنا وبعدين نبدا في الفيديو الاساسي. خليني اسالك سؤال يا عزيزي، عمرك سالت نفسك قبل كده ايه اول فيديو نزل على اليوتيوب؟ بالظبط المنصه اللي انت بتشوفني من عليها، اليوتيوب. طبعا انت عارف يا عزيزي ان منصه اليوتيوب منصه فيديوهات، منصه مختصه بعمل الفيديوهات، كل اللي بينزل عليها فيديوهات بس. اي نعم، وده من رايي الشخصي برضو، مؤخرا ضافوا ميزه مش لطيفه او مش كويسه، وهي الريلز، انك شورت فيديوز والجو ده، ولكن اتس اوكي. سؤالنا هنا وسؤالي ليك يا عزيزي، هل تعرف اول فيديو نزل على اليوتيوب؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، تعرف السنه اللي اليوتيوب اخترعوه فيها؟ السنه اللي نشا فيها اليوتيوب؟ او عمرك سالت نفسك ايه السنه اللي اليوتيوب اخترعوا فيها؟ طبعا انت ما سالتش، ما انت مش فاضي، حضرتك مش فاضي. ولكن يا عزيزي طول ما انا موجود ما تضايقش نفسك خالص. انا يا عزيزي في الفيديو ده هجاوبك على السؤالين دول، ولكن زي ما قلت لك في اول الفيديو ان احنا مش هنطول في الحته دي، لان احنا اوريدي معانا فيديو مهم هنتكلم عليه. ولكن يا صديقي، لو الحكايه عجبتك او لو حبيت الموضوع بتاع اليوتيوب والحدوته بتاعت اليوتيوب، مش هبخل عنك، اكتب لي في الكومنتس انك عايز تعرف الحدوته كلها، وانا يا عزيزي علشان بحبك وجاست بحبك هنزل لك فيديو مخصوص، فيديو كامل بيتكلم على حدوته اليوتيوب، ازاي بدا، مين اللي بدا، ازاي نشا اليوتيوب، ايه الجروب اللي خلى اليوتيوب يتنشئ، كل حاجه اكتب لي في الكومنتس يا عزيزي. طيب يا عزيزي، نجاوب على السؤال اللي انت ما سالتهوش اصلا، من هو مؤسس اليوتيوب؟ ببساطه شديده، مؤسس اليوتيوب ثلاثه، ولكن اهم واحد وهو صاحب الفكره وهو صاحب التصميم تقريبا، شخص اسمه جواد كريم. صاحب المناسبه الشخص ده من بنجلاديش، الهند. ده اول سؤال. طب ثاني سؤال يا عزيزي، فكره اليوتيوب او المبدا بتاع اليوتيوب ان جواد كريم كان بيفكر في حاجه تنزل فيديوهات على الانترنت. جواد كريم جات لي جواد كريم سنه 2004، ولكن بداوا التصميم فيه او انشأوا اليوتيوب سنه 2005. احنا كده ببساطه شديده جاوبنا على السؤالين، وتقريبا او الى حد ما انا قلت لك المعلومه السريعه اللي في بدايه الفيديو. لو عايز الحدوته كلها اكتب لي في الكومنتس وانا عيوني ليك يا عزيزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد مع كريم نور. مبدئيا احنا هنغير الكادر بتاع التصوير، يعني ممكن نخليه الكادر ده، فلو عجبك ممكن تكتب لي في الكومنتس ونصور فيه فيديوهين ثلاثه كده على نفس الكادر ده، جايب الى حد ما التفاصيل بتاعه الاوضه بتاعتي. من بدايه الفيديو خلينا نفتتح الفيديو ونقول الحاجه اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده تقريبا هتبقى مهمه لعشريناتك والثلاثيناتك والاربعيناتك برضه، يعني اي شخص هيتفرج على الفيديو ده اكيد هيستفاد، لان الفيديو اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله هيبقى عباره عن 4 مهارات او 3 مهارات مهمين لحياتك، مهمين جدا لحياتك، وهيضيفوا لحياتك كتير جدا. هيضيفوا لحياتك نجاح، هيضيفوا لحياتك فلوس لو بتدور على الفلوس، هيضيفوا لحياتك فلوس، هيضيفوا لحياتك قيمه، هيضيفوا لحياتك تعليم، هتتعلم لنفسك او هتعلم نفسك. فالاربع مهارات اللي بنتكلم عليها النهارده مهمين جدا، وزي ما قلت لاي شخص، مش سبيشال للعشرينات ولكن لاي شخص في العموم عايز يستفاد يا ريت تسمع الفيديو. طيب بدون رغي كتير وبدون رد كتير، خلينا ندخل على اول مهاره هنتكلم عليها، وهي مهاره التواصل، كوميونيكيشن. ازاي تتواصل مع غيرك، ازاي تتكلم مع غيرك. مش شرط الشخص اللي انت بتعرفه، او مش لازم يكون الشخص اللي انت هتتكلم عليه ده تعرف، لا انا هنا بتكلم على الشخص اللي ما تعرفهوش، الشخص اللي ما قابلتهوش قبل كده، ازاي تفتح معاه كلام وازاي تتكلم معاه. زي مثلا الاشخاص اللي بتشوفهم في المواصلات، في الكافيهات، في المدرجات، الاشخاص اللي انت ما شفتهمش ولكن انت محتاج انك تفتح كلام معاه او عايز تفتح كلام معاه. في النقطه دي يا عزيزي انا جاي اتكلم على تجربه واحد صاحبي عنده خوف من انه يتكلم مع الاخرين، او عنده خوف من انه يتكلم مع حد مش عارف، بيرتعش بيتوتر انه يتكلم مع حد مش عارف، زي ما بنسميها كده حاجه اسمها الرهاب الاجتماعي، ان انت بتبقى متخايف. صديقي ده لحد دلوقتي تقريبا بيعاني من الحته دي. اي نعم، لما اتكلمنا مع بعض او لما اتكلم معايا حكيت له شويه حاجات وشويه سكيلز كده او شويه مهارات تبدا تتكلم مع الغير بيهم الى حد ما تحسن، ولكن برضه بيخاف من الحته دي. وحرفيا صديقي ده لما بيحكي لي بيقول لي يا كريم ان انا كان في فرص كتيره جدا ضيعتها، او في فرص كتيره جدا جات له، ولكن علشان ما عرفش يتواصل مع الغير او علشان ما عرفش يتواصل مع الشخص ده ضاعت منه. ومعلومه مهمه جدا، صديقي ده عنده ماتيريال، عنده ماده علميه، يعني عنده علم، عنده حاجات قادر يتكلم عنها، ولو اتكلم عنها الناس هتسمع له، الناس محتاجه الحاجات اللي هو عنده، ولكن برضه بيخاف من الناس او بيخاف انه يتكلم قدام الناس. طيب انا جاي في البوينت دي واقول انك لو حضرتك عندك زي صديقي او زي صاحبي انك بتخاف او انك بتتوتر لما تتكلم مع حد غريب، انا هقول لك النصيحه اللي انا قلتها له. انا قلت له جاست اتكلم، ذاتس ات، والله الموضوع بالبساطه دي، اتكلم بس. لو لا قدر الله الشخص اللي انت اتكلمت معاه الرياكت بتاعه او رد الفعل بتاعه ما عجبكش او ما كانش لطيف، انت ما ندمتش او انت ما خسرتش حاجه، انت اتس اوكي. يعني مثلا في المواصلات ركب معاك حد ما تعرفوش مثلا وانت عايز تتكلم في العموم مثلا، انت لو فتحت معاه كلام هو احتمالين ما فيهمش ثالث. الاحتمال الاول انك تلاقيه شخص لطيف، شخص كويس، لا بيضحك، لا بيتكلم معاك، بيتعرف معاك، واسمعها مني نصيحه، اقسم بالله 90% من الناس بيبقى الشخص ده اللي هو اللي عايز يتكلم. انت بس ابدا، جاست اديله الخطوه الاولى
سهوله انه يتكلم. انا بجد بتكلم مع ناس يعني جاست كلمتين والله العظيم يمكن في المواصلات بيحكوا لي قصه حياتهم بمجرد ان انا قلت كلمتين. انت مش حاجه غير انك تبدا تتكلم. ده الشخص الاول. الشخص الثاني ممكن تلاقيه شخص ما كانش الطف حاجه او ما كانش احسن حاجه، رد بنشوفيه، رد بجمدان. اوكي خالص، الشخص اللي زي ده فكك منه يعني. اوكي انت اولا بتبدا النقاش، لو لقيت الشخص اللي قدامك متقبل النقاش بتاعك او بيضحك لك او بيتكلم معاك اتس اوكي وكيب جوينج معاه، كمل معاه، هتتعرف عليه، ممكن يبقى علاقات وهنتكلم في البوينت دي بعدين. لو لا قدر الله صديقي اتكلمت مع شخص ولقيت الرد بتاعه ناشف او الرد بتاعه مش الطف حاجه او مش هو ده اللي مستنيه اتس اوكي، انت ما خسرتش حاجه يا باشا. اوكي ذس الله، انت حياتك كده، انا تمام، انا ما ندمتش، انا ما خسرتش حاجه وبرده مش هندم. التواصل بيسمع في الحته الثانيه اللي هنتكلم عليها. المهاره الثانيه اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده هي العلاقات، ريليشن شيب. كون علاقات، كون علاقات. بص يا صديقي، الجيل اللي احنا موجودين فيه تقريبا من الحاجات الواو او من الحاجات اللي واخده صيت كبير جدا حوار الماركتنج والسيلز وانك تشتغل في الماركتنج لحد ما. يعني لو هنتكلم في الحته دي، في حته العلاقات اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده مهمه جدا لحوار الماركتنج، ان انت بتماركت لحاجه، بتسوق لحاجه، فالعلاقات بتخليك تسوق للناس انت عارفهم، فحوار العلاقات فادك. ولكن انا مش هتكلم على الحته دي بس. والله يا صديقي عايز احكي لك تجربه شخصيه معانا بمناسبه العلاقات. خدت فتره في حياتي كنت بشتغل في الساحل، مدينه مراسي في الساحل او مدينه مراسي في الساحل. كان فيها شخص شغال شغلانه، الشغلانه دي تقريبا عامله 10000 جنيه، والشخص ده ما هو الا شخص بيتكلم انجليزي، جاست بيتكلم انجليزي، او المهاره الوحيده اللي معاه اللي هو بيتكلم انجليزي. لما رحت سالته، يعني انا تطرقت وسالته وقلت له بعد اذن حضرتك يعني ايه المهارات اللي مع حضرتك تخليني اشتغل الشغل بتاعك باستثناء الانجليزي، او سالته وقلت له ايه الحاجه اللي خلتك تيجي تشتغل هنا؟ قال لي علاقات، جاست علاقات. قال لي انا ايام الكليه بتاعتي او ايام الدراسه بتاعتي كنت ادخل في النشاطات بتاعه اتحاد الطلبه، بتاعه المبادرات، بتاعه اللي هو بيلف في الشوارع والكلام ده. دي ربت معاه علاقات. حد من الناس اللي اتعرف عليها في الحاجات دي رن عليه قال له تعالى في شغل في الساحل اشتغل وبالكلام ده، شغلانه ب 10000 جنيه لمجرد ان هو رب علاقات من الحته دي. وحتى نصيحته ساعتها كان بيقول لي يا كريم فتره الجامعه استغلها وربي علاقات. فنصيحتي ليك يا صديقي لو انت في الجامعه وبتتفرج على الفيديو ده، كون علاقات، كون صداقات، مش لمجرد انك تتعرف عليهم وتسيبهم، لا، العلاقه لو هتفيدك او لو هتديك لحياتك اتس اوكي، ممكن تدوس معاه في العلاقه، تاخدوا ارقام بعض، تتصاحبوا وهتفيدك. اسمع مني هتفيدك جدا. موضوع العلاقات والله مهم لابعد حد، حرفيا موضوع العلاقات مهم واحنا مش مدين له حقه. ولكن يا صديقي عايز اقول لك ان في شغل كتير جدا بيجي للناس وبمرتبات حلوه جدا او بفلوس حلوه جدا. الشغل ده ما هو الا علاقات. يعني حد رن عليه قال له تعالى، بس انت اوريدي بيكون عندك السكيلز او المهارات، انت موجود عندك المهارات. العلاقات هي اللي هتطلعك، هي اللي هتخليك تشتغل، هي اللي هتخليك تجيب فلوس. العلاقات بشكل عام، ولكن برضو العلاقات بتاعت الشله بتاعتك، الصحاب بتاعتك، القعدات بتاعتك، الناس اللي تعرفت عليها من بلاد بره، الناس اللي تعرفت عليها في الكورس الفلاني، الناس اللي تعرفت عليها في المبادره الفلاني، وهكذا. ثالث مهاره هنتكلم عليها واللي هي مهمه جدا جدا لحياتك، لو انت عندك 15 سنه يا صديقي او لو انت عندك 30 سنه يا اخويا الكبير، المهاره دي مهمه جدا. المهاره دي انا مش هتكلم كتير فيها لان انا اتكلمت اوريدي في فيديوهات كتير وانت كده اكيد عرفتها. بالظبط، الانجليزي، مهاره الانجليزي. ان احنا في 2024 وحضرتك ما اتعلمتش الانجليزي او حتى ما بداتش انك تتعلم انجليزي، فوالله يا صديقي اسمع مني، انا جاي لك من هناك وبقول لك ان انت هتخسر كتير جدا، والعقبات اللي في طريقها هتبقى كتيره وكبيره جدا جدا لمجرد ان انت مش معاك انجليزي. الانجليزي اليومين اللي احنا بنتكلم فيهم دول انا اسف ولكن مساله حياه او موت. انت لو عايز تشتغل شغلانه كويس لازم تتعلم انجليزي، مفيش هروب من انك تتعلم انجليزي اطلاقا. الانجليزي بينط في كل حاجه. احنا حرفيا حاليا انت لو بتروح تقدم على شغل انت متاكد ان هو ما بيطلبش انجليزي او مش هتحتاج الانجليزي فيه بنكله، ولكن هتلاقي من اهم الشروط ان يبقى معاك انجليزي، ان يبقى معاك لغه انجليزيه. فيا صديقي لو لسه ما بداتش في انك تتعلم انجليزي او ليك مثلا شهر شهرين بتتعلم انجليزي، انت يا صديقي كيب جوينج، استمر. التطور هيجي والملاحظه انك بتتطور هتيجي برضو والله. ولكن يا صديقي انت لو ما بداتش ما عندكش حيله وحرفيا في جيل الانترنت انت ممكن تتعلم ببلاش، وبرضو في بريميوم في بيتك. هتكلم في الحته دي، فجاست انك تبدا. في طريقتين عشان تتعلم انجليزي، في اونلاين واوف لاين. اونلاين انك تتعلم في بيتك، الاونلاين اللي هو على التليفون. في برامج مجانيه بتعلمك انجليزي، ما بتدفعش ولا مليم وبتتعلم انجليزي، ومستواك بيبقى كويس جدا بالممارسه وبالاستمراريه في انك تتعلم انجليزي. وفي برامج بفلوس زي كامبلي مثلا. كامبلي ده بفلوس يعني الى حد ما كتيره. انت لو معاك فلوس وعايز تتعلم انجليزي اونلاين ارشح لك كامبلي. يعني كامبلي ده جامد، بتتعامل مع مدرسين اجانب هي اللي بتعلمك اللغه، انت بتتعامل مع ناس من اصل اللغه اهو بفلوس. في اوف لاين، الاوف لاين انك بتروح لسنتر، بتروح لمركز في بلدك، في محافظتك، في مدينتك، في اي حته هتلاقي فيه مراكز كتيره جدا وفي سناتر كتيره جدا تعلمك انجليزي. فهو مفيش حيله ليك خالص. وزي ما بقول لك انت ممكن من غير فلوس تتعلم انجليزي، انت مش هتتطلب غير شويه جهد منك، جاست جهد، تعب بسيط جدا وتعب هادي جدا تتطلبه منك. بعد 6 شهور بعد 3 شهور يا صديقي بقيت معاك المهاره
مهمه جدا اللي هتحتاجها في حياتك. وبمناسبه الانجليزي انا منزل كام فيديو هنا على الشانل فيها ازاي تتعلم انجليزي، افضل طريقه تتعلم انجليزي، المهارات، مقسم المهارات وازاي تتعلم كل مهاره على حده. البلاي ليست بتاعت تعلم انجليزي هتظهر لك هنا، وان شاء الله اسيبها لك في الديسكربشن. اتفرج عليهم شويه فيديوهات هيفيدوك بصراحه، هيزيدوا لك يعني الانجليزي. دي ثالث مهاره تقريبا كده انا خلصت الفيديو. لو عايز مهاره رابعه عشان زي ما قلت في الاول 4 مهارات يا صديقي، انا بالنسبه لي الامل، انك يبقى عندك امل، انك يبقى عندك امل في الحياه، عندك امل في ربنا قبل الحياه، حاطط املك في ربنا، مقتنع من جواك ومن جوا عقلك ان ربنا هيكرمك، ربنا هيديك. بس اهم حاجه انك تسعى، اهم حاجه انك تشتغل، تاخد اكشن. انت بتاخد الاكشن بقى في احباطات وحاجات، ولكن انت برضه في دماغك في امل، في حاجه حلوه، انت اكيد حاسس او متخيل ان ربنا جايب لك حاجه حلوه ليك. بس كده يا صديقي، دول الاربع مهارات. انا كده خلصت. في اخر الفيديو عايز اقول لك ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج اند سي يو سون يا برو. باي. انا مدلعك يا صديقي، سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس، مش هتخسر حاجه.